أشرق الصبح فأضاء المكان. كانت الأجواء تنبئ عن شيء مختلف في حياة سكان جدة. أما فرمان فقد كان استثنائيا بامتياز. ظل في البقالة التي يعمل بها متسمرا يراقب اشتداد المطر. تسامى القلق في نفسه. اتصل بأقاربه في البيت ليطمئن. حين أيقن أن المطر بات شبحا يهدد الطرقات أغلق محله. غطى رأسه درعا يحتوي صموده. قادته خطواته للمبنى المجاور الذي يسكن فيه أحد أصدقائه. هاله المنظر. عمال يتهادى بهم السيل. أخذ عصاه كما يأخذ الفارس سيفه. بلا جواد اخترق السيل. واجهه في معركة غير متكافئة بين بطل وجيش من قطرات الخوف. كان المشهد بطوليا حين دفع الناس إلى بر الأمان بعيدا عن طوفان الموت. انتهت قصة، ولم تنتهي القصة. عاود الارتخاء من أنقذهم. هول الفاجعة يبعث على التسمر. فرمان تشبثت الشجاعة به حين تحركت عيناه في أطراف المكان تبحث عن ملهوف تنقذه. ها هنا صرخات. سيارة لجاره يفتح السيل فاهه ليلتهمها كما التهم الصباح في جدة. موقف بطولي. بسرعة البرق تجاوز السيل. أخذ الحبل. غاص في أعماق المجهول. ربط السيارة من الأسفل. ارتقى السور العالي وشدها إلى حضنه الأمين. عينا الصقر ما زالتا تجوب المكان بحثا عن غريق، عن لحظة فرح يعيشها منتصرا بإنقاذ روح إنسان. البطولة تتوج أبطالها في لحظات الأزمات. ها هنا مجموعة تتقاذفها جحافل السيل الكبير. في كل يد حمل سيفا يشبه العصا. فكانت البطولة صورة حية نقلتها عدسات الكاميرا إلى الأجيال القادمة، وتحديدا إلى بناته حين يسألن وهن كبيرات: كيف استشهد أبي؟ القصة الأخرى تحمل نداءات استغاثة. استجاب لها الفارس. كل الرجال اكتفوا بالمشاهدة، وهو وحده من يقود قاطرة الإنقاذ في مشهد إسلامي إنساني حمل الحياة إلى المكان. اتجه البطل يصارع السيل، يصرعه مرة تلو الأخرى، ينقذ هذا ويحمل هذا متعاليا بشموخ الشجعان على استقواء السيل بكثرته. أنقذ المحاصرين. بقي واحد. بعيون الرحمة راقب مكانه واستغاثته. لم تكن من شيمة بطلنا الوقوف دون مساندة، حتى ولو كان السيل قد تضاعف والمكان بعيد يلتف حوله طوق الخطر. بدأ معركة جديدة اقتحم فيها السيل، وكعادته منتصرا يتكئ على عصاه. سيفه الذي خاض به معاركه الكثيرة طوال ساعات. فجأة تحول المكان الصاخب إلى صمت. اختفى الفارس وسقط السيف. توشحت المعركة بالوجوم. صرخ الناس يلتفهم الذعر، يبحثون عن فارسهم الذي هللوا لبسالته. بحثوا عن سيفه الذي بنى لهم جسرا من آمال لقاء الأحبة. الصرخات تزايدت، وربما يحاول إخافتنا. طفى الفارس. نجح في الخروج من السيل. مات. حين يسقط فارس في معركة تسقط الحياة في المكان. في لحظة غدر التف السيل. تعثرت الخطوات بالحبل. سقط الرجل، فكان سقوطه علوا أمام أعين ناظريه. ارتفع بجسده على السيل. حاول السيل ضاحكا الارتقاء من فوقه، ولكن هيهات، إنه البطل ارتقى إلى الدار الآخرة، وبين يديه 14 نفسا أنقذها في سبيل الله. فتح لهذه الأنفس فرصة الالتقاء بأبنائهم وأهلهم، وقرر أن يودع بناته الصغيرات زبيدة، مديحة، وجريرة التي لم ترى أبيها في حياته، وكان على وعد بلقائها بعد أيام لولا قضاء الله. ما أقساها من لحظة، ما أعظمها من بطولة.